السلام عليكم. التلفازة ديالكم ملي كطفيوها وكتخليو البريز راكب، ولا التليفون ملي كيكون يتشارجا كتحيدو التليفون وكتخليو الشارجور راكب في البريز، واش كيبقى الضو دايز ليهم؟ راه ملي كطفي التلفازة بالتيليكوموند راه مكتقطعش عليها الضو كامل، راه كيبقى الضو دايز بواحد الكمية قليلة اللي كنسميوه ستاند باي، يعني كيبقى يحسب واحد الكمية صغيرة ديال الضو باش يبقى واجد نتا باش تعاود تشعل عاوتاني بالتيليكوموند. ونفس الحاجة كتقدر توقع مع الشارجورات وكاع الأجهزة الإلكترونية، إلا خليتيها راكبة في البريز ديالها كتبقى تسلك واحد الكمية صغيرة ديال الضو. ودابا غتقول لي واش هادشي هو اللي كيخلي الضو زعما كيجي غالي؟ بصراحة جهاز واحد بوحدو السلاك ديالو كيكون صغير بزاف، ولكن تخيل معايا انت عندك تلفازة في البيت، تلفازة في الصالون، ماكينة الصابون، الفران، السخان، كاع داكشي اللي تيخدم بالضو كيبقى في البريز نهار وليل وما كتستخدموش. هنا داك السلاك الصغيور كيبقى يتجمع 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 وكيبقى يكبر. إذا الحل شنو هو؟ الحل بسيط، الأجهزة اللي ما كتستعملهاش لمدة طويلة نحاول نحيد لها البريز ديالها، خصوصا ملي كتبغي تنعس ولا غتبغي تخرج ولا غادي مسافر ولا هادي أي حاجة ما خداماش نحيد لها البريز ديالها حتى نبقى نخدم بها ونشعلها. ولكن الحاجة المهمة منلوموش غير الأجهزة اللي كتبقى في ستاند باي اللي كتخلي الضو يجي غالي، حيت الأجهزة اللي كتستهلك الطاقة بزاف بحال الشوفو بحال الفران بحال المكيف وبزاف الأجهزة كتستهلك الضو. الإنسان إلا بغا يشري شي حاجة يعرف راسو شنو غيشري ويراقب داكشي اللي غيشري. يعني باختصار، جهاز الطافي راه مكيعنيش ديما أنه راه تقطع عليه الضو، ولا بغيتي توفر بدا بالأجهزة اللي كتستهلك بزاف، من بعد قطع الأجهزة اللي محتاجاش تبقى في ستاند باي. وإلا عجبك هاد النوع ديال المحتوى مرحبا بكم معنا في القناة، وللمزيد من النصائح الكهربائية بطريقة بسيطة ومفهومة ديروا معنا اشتراك ومرحبا بكم.